أعزائي المشاهدين، أحب أقول لكم على عرض النهاردة رحلة بحرية لمدة ساعة ل3 أشخاص، وذلك بخصم 50%. من يرغب يبادر في الحجز. يلا قولي مستني ايه؟ اتصل بينا فورا على الرقم ده 1 2 3، هتلاقينا بنتصل بيك وبنحجز لك. يلا تعالوا عندنا. ياه، عرض 50%. أنا أسمع إن الحاجات دي بتبقى غالية قوي، ولو فيها خصم تبقى تحفة. طيب ما نروحها أنا وسولي وشيراز. ياه، متهيألي دي فرصة هايلة قوي إن احنا نقوم ونعمل رحلة بحرية. يا سولي يا شيراز، يا سولي يا شيراز. يا سلام على احساسهم دلوقتي اما اندهلهم واقول لهم جهزوا نفسكم علشان نروح رحله بحريه. متهيألي هيفرحوا جدا. ايه يا ماما، في ايه؟ حذروا فزروا، عايزاكوا ليه؟ اكيد يعني يا ماما عشان نفطر او اي حاجه من الحاجات دي زي كل يوم بالظبط. لا، مش عايزاكوا عشان كده. يبقى يا ماما عشان نقعد نتفرج معاكي على التلفزيون. برضو لا. هو انا ايه، ما بندهلكوش غير عشان الحاجتين دول بس ولا ايه؟ هقول لكم بقى امري لله، انا هاخدكم لرحله بحريه النهارده. اخيرا سلام. كنت عارفه ان الفكره هتعجبكم. يلا بقى روحوا جهزوا وانا كمان هجهز، بس خلي بالكوا احنا مستعجلين. انا هتصل احجز تكونوا خلصتوا. الو، لو سمحت انا عايزه احجز الرحله البحريه اللي لسه معروضه في التلفزيون اللي عليها خصم 50%. ايوه، احنا 3 اشخاص. تمام، الساعه كام؟ كمان ساعه نبقى عندكم. حاضر يا دوبك اول ما نوصل بالظبط. سلام. يلا يا ولاد، ما قدامناش وقت كتير عقبال ما نوصل. هروح اجهز انا كمان بسرعه. ها تمام يا ولاد، خدتوا كل حاجه ممكن تحتاجوها في الرحله؟ ايوه يا ماما، انا خدت الكوره دي معايا عشان نلعب بيها هناك. ايوه يا شيراز، بس متهيألي كده الكوره مش مناسبه ابدا للرحله اللي احنا رايحينها. بجد يا ماما؟ خلاص مش هاخدها معايا، انا لقيتكم كلكم واخدين حاجات فقلت لازم اخد حاجه انا كمان. انا خدت الكاميرا بتاعت بابا معانا علشان نقدر نصور بيها نفسنا ونصور اي حاجه بيها نشوفها. خلاص انا مش لازم اخد الكوره معايا مادام ملهاش اي لازمه. شاطره يا شيراز يا حبيبتي. يلا بقى يا جماعه عشان ما نتاخرش، احنا كده ممكن نتاخر. يلا قدموا. متهيألي هي المركب اللي هناك دي اللي هنركبها. هو ده الراجل كمان اللي كان في التلفزيون. طيب اندهيله يا ماما. يا ريس يا ريس يا ريس، احنا وصلنا. أهلا وسهلا، أنا جاي حالا، ثواني وهلفلكوا. اتفضلوا اركبوا، أنا كده واقف عندكم بالظبط. يلا اركبوا واحد. يلا يا ولاد اركبوا. يلا يا حبيبتي اطلعي. انا ركبت اخيرا. وانا كمان ركبت. يلا يا سولي اطلع بقى واركب زينا. ركبت خلاص. طيب يلا مادام كلكم ركبتوا نبدأ بقى رحلتنا، بس اقعدوا بقى عشان نمشي. ايوه صح، اقعدوا يا ولاد اقعدوا. ومن هنا هتبدأ الرحلة بتاعتنا. هنا هتشوفوا حاجات بحرية جميلة جدا هتعجبكم، وكمان هتكتشفوا حاجات جديدة، وكمان هتصطادوا سمك. يا سلام، بجد كمان هنصطاد سمك؟ هتفرح انت قوي يا سولي بالكلام دوت. ايوه يا ماما قوي. احب اعرفكم الطقوس بتاعة المركب دي. طقوس المركب دي ان انت ما تقفش وانا سايق فجأة عشان ما تقعش لا قدر الله في البحر. ده اول حاجة. تاني حاجة، لازم قبل ما نتحرك نتأكد ان كل المعدات اللي ممكن نحتاجها ونستخدمها ساعة الرحلة البحرية موجودة معنا على المركب.
شوفوا كده الحاجات اللي انا حاططها عشان تعرفوا ايه هي الحاجات الاساسية لليوم ده. لازم يكون في شبكة للصيد، ميكروفون لو احتاجنا ننادي اي نجدة، لازم يكون معانا خريطة عشان لو تهنا ولا حاجة، وكمان في حاجات تانية كتير زي نضارة العدسات دي اللي قدامكم، وحبل طبعا، وكمان أسلحة بسيطة نقدر ندافع بيها عن نفسنا لا قدر الله لو حصل حاجة. ياه، فعلا كل الحاجات دي مهمة قوي. حلوة قوي نضارة العدسات دي، عجبتني قوي. وبكده نقدر نبدأ الرحلة بتاعتنا. يلا بسم الله. انا هصور اي حاجة اشوفها في الرحلة دي عشان تبقى ذكرى حلوة. وانا اول مرة اشوف البحر من قريب كده، المركب دي صنانة قوي. بصوا هناك كده، في شعب مرجانية هناك اهي طالعة، وكمان في قوقعة عملاقة تقدروا تتفرجوا عليها وتصوروها. ايه ده؟ فين دي؟ الله، بس هي بعيدة عننا شوية. ايوه انا عايزة اشوفها، عايزة اشوفها. ثواني وهقرب لكم منها عشان تشوفوها اكتر. زي ما انتم شايفين هي دي القوقعة العملاقة، جميلة اهي بالظبط. ايوه دي تحفة قوي. وكمان ادي الشعب المرجانية بقت قريبة مننا جدا. لازم اصورهم. على فكرة في المكان ده احنا ممكن نصطاد كمان، مادام هنا في شعب مرجانية كتير ظاهرة، يبقى في المكان ده في سمك كمان عشان هو يتغذى عليها. بجد يا عمو؟ يلا نصطاد، انا نفسي اصطاد جدا. قولي الطريقة نعمل ايه. خد الشبكة اللي على الارض دي واحدفها في البحر، وشوية واحنا بنلف كده نعدي ناخدها. لو اصطادت سمك هنلاقيه واقف فوق الشبكة. بجد؟ حاضر، هطلعها دلوقتي. هساعدك يا سولي، استنى. اهي طلعناها. خلاص كده ارميها في البحر على طول. ايوه ارميها في البحر فورا بس بقوة. يلا وريني قوتك. ايوه كده، يا سلام، رميتها اقوى حاجة عندي. فين السمك؟ ما جاش عليها ليه؟ استنى يا سولي شوية، هو السمك لسه هيتحط في ساعتها كده؟ عمو قالك هنلف ونرجع تاني. ايوه فعلا، شوية كده وهتلاقي السمك محطوط عليها. وبعدين الصيد ده رزق، ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، انت ورزقك بقى. لف واقعد بقى يا سولي عشان ما تقعش. يلا بينا نلف ونكمل رحلتنا. ايه ده؟ في تمساح، في تمساح. يا سلام، ده تمساح فعلا، يا حلاولو. الحقونا الحقونا، في تمساح، في تمساح. لا مدام ما تخافيش، ده تمساح بس أليف، ده بياكل زرع هنا بس. مش شايفة حجمه صغير ازاي ونوعه مختلف غير التمساح التاني؟ ده بياكل زرع وبيبقى موجود هنا على طول. ما تخافيش يا ماما، شكله ما بيخوفش. الهاي فعلا وقف ياكل الزرع اهو هناك. برضو مهما كان اهو تمساح وخلاص. طيب بقى ثواني هلفلكم عشان اوريكم صرصور البحر اهو هناك، شايفه ورا الزرع. وايه ده صرصور البحر ده كمان؟ ايوه يا عمو لف، عايزه اشوفه. اهو هناك اهو صرصور كبير، بس ده خاص للبحر بس، اهو في الزرع هناك. يا ده شفته، شكله كبير قوي، شبه الصرصور بتاعنا بس بيبقى كبير. يلا خلاص هنلف دلوقتي ونروح الناحية التانية. المركب دي بتتعوج قوي، انا خايفة ولا توقعنا. لا يا مدام مش هتقعي ولا حاجة، هي بس بتمشي مع اتجاه الموج. متهيالي الشبكة اللي انت رميتها هناك بقت فيها سمك، حاسس بكده. بجد؟ هي هفرح قوي لو فيها سمك.
انا عايزة ابص عليها. تقدر تبص عليها بالنضارة المكبرة علشان تشوفها من بعيد. ايوه، هي شفت فيها سمك بجد، فيها سمك. يلا يا عم نروح عندها بسرعة علشان ناخدهم. ايوه احنا وصلنا عندهم. ايه ده في طائر وقف عليهم. هش هش، اوعي بقى، اوعي من على الاكل بتاعنا، ده السمك ده بتاعنا. ثواني وانا هحل الموضوع. هضربها بالمسدس ده. لا ارجوك ما تموتهاش، حرام. ما تقلقيش يا بنوتة، المسدس ده صوت بس، يعني مش هيعورها، بس هيخوفها ويخليها تطير. فعلا خافت وطارت. استنوا بقى اما اطلع قدام شوية جنب الشبكة بالظبط عشان اجيبها. ايوه تمام. يا خبر، في ايه اللي حصل؟ السمكة بقت عبارة عن شوك. مبروك يا سولي، اصطدت احلى شوك. يا اصحابي لو عجبكم الفيديو بتاعنا وكمان عايزين تتفرجوا على بقية الفيديوهات التانية الجميلة قوي 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 اللي هتعجبكم خالص ومثيرة، يبقى لازم الاول تعملوا لايك للفيديو دوت، وكمان لازم تشتركوا في القناة وتدوسوا على الزر الاحمر ده عشان تبقوا مشتركين، ولازم تتفرجوا علينا وكمان تفعلوا الجرس علشان كل الفيديوهات اللي ننزلها جديدة تجيلكم على طول وتبقوا من اصحابنا. يلا باي باي.